هلا والله وسهلا ومرحبا. جايب معي اليوم خلاطي. قبل ما نبدا تغطيستنا، تغطيسة اليوم ابيكم تشوفونها على طول، ابيكم تشوفونها على طول. اتحدى اي واحد يجيبها وشي. تغطيسة اليوم غريبة، ما يبقى لكم وشي. غريبة صراحة، ما توقعتها كذا صدق. خلطة غريبة جميلة، تحس انه بيصير في ميكس لذيذ. احس انه بيصير في ميكس حلو، يمكن تطلع حلوة يمكن ما تطلع حلوة. واعطوني وش التغطيسة، اعطوني وش التغطيسة. طبعا ضيفنا ما قصر وبيض الله وجهه خالد صقر، يبي واحد الضيف اللي وراه وحط له هذه التغطيسة. يعني تتكلم عن شيء طبعا لازم ولا بد ان احنا نخلطها. هل هي بتضبط ولا لا بالخلط؟ بديت احوس انا، او اني ازيد عليها زيت زيتون. يا هي بتضبط يا هي ضابطه عاد، يعني ما ندري شو يصير. على العموم تتغطس باللحمه، واتوقع انها بتطلع نكهه لذيذه، لان كثير من التغطيسات اللي سويناها كانت نكهتها مي بقويه وكان الطعم فيها ضعيف. بس مره هذه النبته هذه اللي ما يبقى لكم وشي، نكهتها قويه ومعروفه، يحبونها اهل الجنوب. اهل الجنوب ولا ايه؟ اهل الجنوب يحبونها، يموتون فيها. فاتوقع انها بتكون لذيذه. تعالوا خلونا نسويها مع بعض. تعال. حبق، طبعا انا قصدي اهل المدينه، ضيعت. شايفين حبق المدينه؟ يا ربي ريحته حكايه ثانيه، قسم بالله ريحته. عشان كذا انا اقول لكم النكهه شيء مو طبيعي. الريحه مره قويه. عشان كذا انا اتوقع وتوقعاتي انها بتكون من اقوى النكهات اللي احنا نسويها. بسم الله. زيت لازم ولا بد، يحرك الدنيا دائما الزيت. طبعا زيت زيتون. يلا شو اسوي؟ كبكب علي. قسم بالله انه مو بسيط، والله انه مو بسيط. يا الله ريحته لذيذة، الريحة حكاية ثانية، قسم بالله ريحته لذيذة. بس شو المشكلة؟ صار حار، ما اقدر اغطس اللحمة فيه، لازم يبرد. خلاص كذا نقول بسم الله ونغطس لحمتنا. أوه. شوف يا الله، متأكد الطعم بيطلع ثاني. خلاص كذا ارتاح وريح راسي، وادري باذن الله انه بيطلع طعمها لذيذ. عندي احساس انه بيطلع طعمها لذيذ، لان دائما صدق اللحم يحتاج نكهه قويه عشان يختلف طعم اللحم عليك شوي. فاتوقع الحبق بيؤدي هذا الشيء 100%. بس مو باللي بقول لكم، اللي بقول لكم ضيفنا يوم السبت. لا تنسون ضيفنا يوم السبت الساعة 12:30 الظهر، هو اللي بيقول لكم والله لذيذة والله ما بلذيذة، شو وضعها. وبعد نبي نعرف زيادة عن ضيفنا اللي بيجينا. أهم شيء لا تنسون خلوا جوالاتكم عندكم يوم السبت الساعة 12:30.